أعربت حركة العدل والإصلاح عن استغرابها من قرار البرلمان العراقي بانتخاب محسن السعدون رئيسا للجنة لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المنتهية الصلاحية، وعدته عملا غير مسؤول ويأتي ضمن الصفقات السياسية المشبوهة بين الكتل السياسية على حساب حقوق ومصالح الشعب العراقي. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحركة برئاسة الياور بمدينة الموصل أمس، وناقشت خلاله الأوضاع والتطورات التي تمر بها المحافظة. وقال الشيخ عبد الله حمودي عجل الياور الأمين العام للحركة: نرفض تولي محسن السعدون رئاسة لجنة تنفيذ المادة 140 كونه شخص غير حيادي وينتمي إلى نفس الكتلة التي تحتل أراضي في نينوى ومحافظات عراقية أخرى وتسيطر على ثرواتها وتمارس سياسة الاستفزاز العنصري والإرهاب السياسي ضد أهالي المناطق التي تسيطر عليها بالقوة، مضيفا أن المادة 140 فاقدة الشرعية الدستورية كونها انتهت نهاية عام 2007، معربا عن استغرابه الشديد من تهاون الكتل السياسية وخصوصا نواب محافظة نينوى الذين انتخبتهم الجماهير من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم العليا، ومنها الحفاظ على الحدود الإدارية لمحافظة نينوى وإخراج قوات البيشمركة والأسايش منها، متسائلا كيف يمكن لهؤلاء النواب أن يسكتوا تجاه هذا الأمر ويتغاضوا عن تعيين النائب محسن السعدون رئيسا للجنة تنفيذ المادة 140 وهو يعد خصما في هذه القضية. وأكدت الحركة خلال اجتماعها على تمسكها بالثوابت التي عاهدت عليها أهالي نينوى للحفاظ على حقوقهم ووحدة أراضيهم وكرامتهم، ورفض جميع المخططات التي تريد تقسيمها واقتطاع أجزاء مهمة منها والسيطرة على ثرواتها. يذكر أن حركة العدل والإصلاح كانت قد تبنت مشروع قرار عرضته على مجلس محافظة نينوى يقضي برفض التعامل مع المادة 140 في دوائر محافظة نينوى كون المحافظة غير مشمولة بها، وقد صادق المجلس بالإجماع على هذا القرار.